الحقوني يا بنات، قاعده لا بيا ولا عليا، لقيت جرس الباب بيرن، طلعت افتح لقيت واحد بيديني الشنطه دي وبيقول لي جوز حضرتك بيقول لك اتفضلي وهو هيتصل بيكي. بقول له هي ايه رص الخرفان اللي انت بعتها لي ديت ان شاء الله؟ قال لي بصي بقى انا عازم واحد صاحبي على الغدا وعارف ان انت هتشرفيني وهتعمليهم احلى من المصامت 100,000 مره. يلا بقى كده قومي وريني شطارتك، وعايز نص ساعه بالظبط ويكون الغدا جاهز وانا واثق ان انت هتشرفيني. معرفش هو جاب الثقه دي منين يا بنات. انا كان مالي ومال الجواز والنيله والهباب ده. يلا حبايب قلبي نسمي الله ونصلي على رسول، وتعالوا بقى نشوف الفيديو بتاعنا النهارده علشان ننجز كده ونعمل الغدا على طول. هقول لكم النهارده على معلومات حلوه قوي قوي، بما اننا بقى داخلين على عيد الاضحى المبارك، كل سنه وانتم طيبين. اول حاجه لازم تقولي للجزار اللي جايب لك الراس ان هو يفتحها لك، او انت حتى لو ذابحه في البيت بتقولي له يشقها لك من النص وبيشيل المخ منها يخليه لوحده. بعد كده بقى هنعمل خلطه حلوه قوي للتنظيف، هتخليها تبقى بيضه كده ولونها حلو، وكمان تمنع الزفاره بتاعه الضاني نهائي. هي عباره عن ملح ودقيق ذره وعصير ليمون بقشره كده. بس طبعا انا عملت الخلطه دي بعد ما غسلناها كويس قوي بالفرشه ونزلنا منها كل الدم. غسلت الراسين زي ما انتم شايفين كده، وهنقعهم كده شويه عمال ما اجهز باقي الحاجات اللي احنا هنعمل بيها الرز دي. هجيب الكبه بتاعتي، هحط قرن فلفل اخضر، هحط حوالي 3 أو 4 طماطمات، وهحط كمان حوالي بصلتين 3، وهحط 4 فصوص توم، وهحط عصير ليمونتين. احنا عارفين ان الضاني بيبقى ريحته ليه ريحه كده او طعم كده، فالليمون بيقضي على الريحه دي. وهحط بقى التوابل، ملح جوز الطيب وفلفل اسود وسبع بهارات، ورقتين لورا، حبيتين حبهان، واهم حاجه الملح لازم نظبطه. هناخد شويه كده هنحطهم كده من جوه، يعني هنتبلها من جوه كويس وهنتبلها من بره كويس. انا خليت الراس اللي هي الكبيره دي شلت شويه تتبيله على جنب كده علشان انا هعملها مشويه في الفرن في كيس حراري، ودي طريقه سهله جدا جدا وطعمها حلو قوي. هتجربوها وهتعجبكم. انا هعمل طريقتين النهارده هيعجبوكم، شوفوا انتوا الانسب لكم ايه وممكن تطبقوه. حطيت شويه زيت كمان في الكيس وربطت الكيس الحراري وحطيتها في صينيه وهدخلها الفرن. اما بقى بالنسبه للطريقه التانية اللي هي طريقه المصامت، هنجيب بقى الراس بعد ما تبلناها نحطها في حله كده، في حله فاضيه خالص من غير ميه. هنحط معاها ورقتين لورا، حبيتين حبهان، لو عندك مستكه حطي فص مستكه، وهنسيبها بقى تنزل كل الميه بتاعتها. والميه اللي بتبقى نازله دي بيبقى فيها الزفره او الزنخه بتاعه الراس اللي فيها ريحه الضاني. بنرميها ونغسل الراس كويس قوي، وبنغسل الحله وبنحط فيها ميه نظيفه تغلي كويس قوي على النار، ونحط بوكيه جرنيه، ورق لورا، حبهان، فص مستكه، جزر، بصل، طماطم، حته قرفه صغيره او عودون قرنفل لو موجود عندنا. وبعد لما بتغلي بنحط فيها الراس وبنسيبها تستوي. ما بنحطش الملح غير بعد لما بيعدي يعني قرب التسويه. تمام. انا نقلتها على العين التانية وهعمل بقى شويه رز ابيض علشان انا هعمل شويه فته، بس انا مش هعملها مصري، انا هعمل فته شامي حلوه قوي لذيذه قوي، خصوصا ان الجو حر. هنشوح الرز في معلقه سمنه وشويه زيت او قطعه زبده وشويه زيت. لو في مستكه حطي فص مستكه، ما عندكيش حطي حبهان، ورقه لورا، وشوحيه كويس. بعد كده هنزوده بشويه شوربه من اللي احنا سالقين فيها الراس، او ميه مغليه وشويه ملح، وحطي بصلايه صغيره بس افتحيها من النص بتدي تست حلوه قوي. بعد كده هحمص عيش شامي يبقى لونه ذهبي زي ما انتم شايفين، وهعمل طشه توم بنص معلقه من التوم المفروم للراس اللي احنا بنسلقها، بتدي طعم حلو جميل جدا. وهنسيبها بقى تكمل تسويه، وطبعا في الوقت ده هنحط لها الملح. دي اللي كانت في الفرن خلاص استوت، بصوا مستويه ازاي وريحتها تجنن وطعمها يجنن. شلت منها العظم كله، طبعا هي دايبه فالعظم طلع بسهوله. وبعد كده قطعتها بالشكل ده، ودي تقدري تقدميها مع شويه رز اصفر وطبق سلطه، بتبقى لذيذه جدا جدا. وعلشان بقى نعمل الفته الشامي هنحتاج معلقتين من الطحينه، هنحط عليهم عصير ليمونه، هنحط كمان فصين من الثوم المفرومين ورشه فلفل اسود وسنه ملح وعلبتين زبادي كبار، هنقلبهم كويس جدا جدا. هنجيب بقى بايركس كده او طبق نحط شويه من العيش، وهنحط عليهم شويه شوربه من اللي احنا عاملينها بالثوم وعصير ليمونه، وبعدين هنقلبهم كده. وبعدين هنحط طبقه من الرز الابيض، هنحط مغرفه شوربه كمان، احنا طبعا حاطين فيها طشه توم فطعمها حلو قوي. وبعد كده هنحط الزبادي بتاعتنا على الوش، هنزين كده من على الوش كده من الجناب بعيش محمص. وبالنسبه بقى للراس اللي احنا سالقينها دي، طبعا احنا حاطين لها طشه طعمها جميل جدا جدا، قطعناها مكعبات صغيره وحطيناها في النص، وزينا كده بالبقدونس، بجد طعمها جميل وخفيفه في الصيف. وادي شويه الشوربه اللي بيتكلموا عن نفسهم، ودي بقيه الراس المسلوقه، ودي المشويه في الكيس الحراري. عايزاكم بقى تقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو انتوا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك.